ازيكم يا جماعة في فيديو جديد. معاكم نور التركي من قناة تركي تك. والنهاردة جايين نتكلم على سماعتين. السماعتين نزلوا بقالهم فترة وفي فيرجنات تانية نزلت منها، بس احنا جايين نتكلم هل السماعات دي ورثت في 2022 ولا لا. والسماعتين اللي معانا النهاردة هما دول: الايربودز برو والفري بودز برو. طبعا الايربودز برو شركة ابل، فري بودز برو من شركة هواوي. الايربودز برو نزلت 2019 والفري بودز برو نزلت 2020. السماعتين دول جامدين جدا. طبعا انتوا عارفين ان السماعات دي نازله بقالها فتره ومعروفه جدا على مستوى العالم، يعني مش لسه نازلين جديد. بس السماعتين دول هنعرف بقى انها في 2022 هل تستاهل ان احنا لسه لحد دلوقتي نشتريها ولا ما تستاهلش. نبتدي بالايربودز برو. الايربودز برو فيها طبعا اوبشنين، والاوبشنين موجودين برضو في الفري بودز برو. اول اوبشن هو النويز كانسليشن. النويز كانسليشن في الايربودز برو فظيع، جامد جدا، من احسن السماعات اللي نزلت لحد دلوقتي في النويز كانسلينج. وعندك اوبشن ترانسبيرنسي مود. ترانسبيرنسي مود هو عكس النويز كانسليشن، هو اللي بيدخل لك الصوت، يعني كانك مش لابس سماعه خالص. طبعا النويز كانسليشن هنا بيفصل لك عن الضوضاء خالص، فعلا عن تجربه. هنا من افضل السماعات اللي نزلت في النويز كانسلينج. نيجي بقى الكواليتي في الايربودز برو. الكواليتي هنا خطيره. الكواليتي هنا لو عايز تسمع مزيكا وباحسن جوده شغل نويز كانسليشن، دي نصيحه مني ليك، هتسمع الصوت بالتفصيل. الايربودز برو فيها مايكين في كل سماعه، طبعا عشان النويز كانسلينج، عشان يدخل لك الصوت ويفلتره ويعزلك عن الضوضاء تماما. وعندك طبعا ترانسبيرنسي مود هو اللي بيدخل لك الصوت برضه عن طريق المايكين. نيجي بقى على المايكات في الايربودز برو، وهنا المايكات جميله جدا. الصوت فعلا بيبقى واضح جدا من الطرف التاني، مفيش جو الصوت مكتوم، الصوت مش حلو. لا، هنا السماعات يعتمد عليها جدا في المكالمات. الايربودز برو بتيجي بدرايفر 11 ملم. ايه لازمه بقى الدرايفر ده؟ او ايه فكره الدرايفر ده؟ الدرايفر ده هو طبعا اللي بيدخل لك الصوت، وهو اللي بيبقى مسؤول عن البيز. طبعا كل ما الدرايفر يكبر كل ما يكون احسن في البيز، طبعا يديك بيز اقوى، وفي الصوت يديك صوت نقي اكتر. ومع ال 11 ملم وطبعا مع الشيبسيت اللي جواها مع البروسيسور الاتش 1 اللي ابل عاملاه، هنا الصوت طالع خطير جدا، معمول له اوبتمايزيشن كويس مع الدرايفر. فانت بتسمع الصوت نقي جدا، تاخد بيز محترم، ويديك اوديو كواليتي جامده جدا. عشان كده السماعه دي اشهر سماعه في العالم، حرفيا اشهر سماعه في العالم. والشيبسيت الاتش 1 هي مسؤوله عن معالجه الصوت في النويز كانسليشن او في الاوديو كواليتي. هي المسؤوله على انها تعالج لك الصوت ويطلعها لك باحسن شكل، وهي المسؤوله في النويز كانسليشن على انها تلغي لك الضوضاء اللي ملهاش لازمه، صوت عربيات، صوت كلاكسات، صوت اي حاجه ملهاش لازمه. السنسور بقى اللي في الايربودز برو فيها سنسور بحيث لو انت مثلا مشغل فيديو وشلت السماعه من ودانك الفيديو يقف، لو رجعت سماعه تاني الفيديو يرجع يشتغل. كذلك في الاغاني، لو انت بقى معاك ايفون ممكن تستفاد باوبشن الاير تاب في التست، وده الاوبشن اللي يقول لك هل الاير تابس اللي موجوده جواها هل راكبه بشكل مظبوط على ودانك ولا الصوت مش هيبقى كويس. وطبعا اهم حاجه وده بنوه عليها جامد، لازم تكون الاير تيبس مظبوطه على مقاسك بالظبط. لو انت عندك تو اوبشنز، لو مثلا عندك اتنين اير تيبس وشاكك والاتنين كويسين على ودانك، اختار المقاس الاكبر. لازم السماعه تكون راكبه في ودانك بشكل مظبوط جدا عشان تديك نويز كانسليشن مظبوط، وعشان تديك اوديو كواليتي مظبوط. طبعا لو انت معاك ايفون تقدر تستفاد باوبشن هنا جامد جدا، وهو السبيشال اوديو. تعال نلبسها عشان اكون واضح معاك وانا بتكلم. ايه وظيفه بقى السبيشال اوديو؟ سبيشال اوديو لو انت ماسك مثلا الايفون او الايباد بتاعك وفاتح اوبشن سبيشال اوديو، حاطط مثلا الموبايل او الايباد قدامك، حركت مثلا دماغك يمين، الصوت هيفضل جايلك من نفس الناحيه، مش هيتحرك. لو انت مثلا بص الناحيه التانيه نفس الكلام. طول ما انت حاطط التليفون قدامك الصوت هيجيلك من ناحيه واحده. مثلا باصص يمين الصوت هيجيلك من الناحيه الشمال، باصص شمال الصوت هيجيلك من ناحيه اليمين، هيفضل متارجت قدامك. كانك مثلا قاعد بتتفرج على تلفزيون والصوت بيجيلك من ناحيه واحده بس. حد مثلا بيكلمك فانت هتبص له، فانت عايز تتكلم معاه، فانت هيجيلك بس من ناحيه واحده والناحيه التانيه مش هتكون شغال، او هيكون شغال بس بصوت واطي، انما هيفضل شغال كأن انت بتكلم شخص قدامك. وعندك في السماعه دي اوبشن تاني،
وهو الهولد تو سويتش. عايز مثلا تحول بين النويز كانسلنج والترانسبيرنسي مود، لو مثلا انت قاعد عايز الضوضاء خالص وفي نفس الوقت عايز تكلم حد، تروح دايس هولد من تحت كده، تفضل دايس شويه، هيحولك بين المودز، ما بين النويز كانسلنج وما بين الترانسبيرنسي مود او اوف. في 3 اوبشنات. ولو انت معاك ايفون او ايباد عندك اوبشن هنا اسمه فايند ماي. ايه فايند ماي دي؟ مثلا السماعه، انت مثلا خرجت سماعه واحده ومش فاكر انت حطيتها فين، تدوس على فايند ماي. مثلا السماعه اليمين هي اللي مش لاقيها، هتخش على فايند ماي، هتدوس رينج، السماعه هترن مكان ما هي موجوده وصوت السماعه هيرن، فانت هتروح تجيب السماعه من مكانها. الاوبشن ده طبعا موجود في السماعه اليمين والشمال. نيجي بقى لوزن السماعه بتاعت الايربودز برو. دي طبعا حاجه هتعرفنا اذا كانت السماعه مريحه ولا لا. وزن الفرده الواحده للسماعه هي 5.4 جرام. السماعه خفيفه جدا، بتحس ان انت لابس سماعه، مش هتضايقك مع الاستخدام الطويل. لو انت مثلا مشغل اغاني كتير، مشغل فيلم، تتكلم مع حد مكالمه، مش هتحس ان انت متضايق خالص. بالعكس، السماعه مريحه جدا، ممكن ما تحسش ان انت لابسها اصلا كتر ما هي مريحه. وعندك اوبشن هنا حلو في المكالمات، هو الفويس ايزوليشن. ايه بقى الفويس ايزوليشن؟ لو انت مثلا في ضوضاء حواليك مش عايز الطرف التاني اللي انت بتكلمه يسمع الضوضاء دي، ممكن تفعل الاوبشن ده في التليفون، الطرف التاني مش هيسمع اي دوشه. نيجي بقى للوزن بتاع الكيس نفسها، الكيس نفسها تقيله ولا خفيفه. نيجي بقى لوزن الكيس، عرفنا هي تقيله ولا لا. وزن الكيس هو 45 جرام، خفيفه جدا. حطها في الجيب الصغير، لو معاك مثلا سيليكون كيس ممكن تعلقها، مش هتحس ان انت متضايق خالص، تحس بيها اصلا. السماعه نفسها خفيفه جدا. نيجي بقى للبطاريه في الايربودز برو. البطاريه هنا لو انت مشغل نويز كانسليشن تديك 3 ساعات ونص استخدام، ولو انت مش مشغل نويز كانسليشن هتديك لحد 4 ساعات ونص، ده رقم كويس. ولو انت بتتكلم مكالمه طويله شويه تديك لحد 3 ساعات ونص. نيجي بقى للبطاريه مع الكيس، هتديك لحد 24 ساعه استخدام، ده رقم كويس جدا. في سماعات اقل من كده بكتير. هنا السماعه بتتشحن باللايتنج بورت، نفس الكابل بتاع الايفون، تقدر تشحن بيه عادي السماعه. وعندك كمان وايرلس تشارجر تقدر تشحن بيه السماعه عادي جدا. عندك الايربودز برو بتيجي باي بي ريتنج اي بي اكس 4. يعني ايه اي بي اكس 4؟ يعني مضاده للمطره، طرطشه، العرق، وفي نفس الوقت لو انت في الجيم تعمل ورك اوت، وفي نفس الوقت في طبعا طبيعي شويه عرق ممكن ينزلوا على السماعه، ما تخافش من النقطه دي خالص. بعد كل بقى الكلام اللي انا قاعد بقوله ده، هل السماعه دي تستاهل في 2022 ان احنا نشتريها؟ هي بصراحه تستاهل جدا. من وجهه نظري السماعه بتديك كل حاجه انت محتاجها. نويز كانسليشن، نويز كانسليشن فيها عالي جدا وعازل لك الضوضاء بشكل كبير جدا. ترانسبيرنسي مود، ما تحسش ان في صوت روبوتك داخل، لا الصوت طبيعي كانك مش لابس السماعه. الكواليتي بتاعت الصوت، كواليتي بصراحه ممتازه، تسمع صوت نقي ونضيف جدا. الاي بي ريتنج، تستحمل المطره، تستحمل العرق. وعندك ان انت تقدر تقلب بين المودز، ترانسبيرنسي مود والنويز كانسليشن. وعندك اوبشن سبيشال اوديو، انت مش هتحتاج اكتر من كده في سماعه. هي بصراحه تستاهل. طب هل بقى لو انا معايا ايربودز برو اشتري ايربودز برو 2؟ ده فيديو تاني هينزل على القناه قريب، ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو ده. نيجي بقى للسماعه التانيه معانا النهارده، وهي الهواوي فري بادز برو. السماعه دي انا بحبها جدا، وهي بالمناسبه سماعتي الشخصيه اللي انا بستخدمها. والسماعه دي نزلت في 2020 ونزل بعديها فيرجن تاني، الفري بادز برو 2. ايه بقى اللي يعرفنا ان السماعه دي حلوه ولا مش حلوه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. السماعه فيها نويز كانسليشن طبعا عشان فيها اير تيبس تعزل لك الضوضاء بشكل كويس. وعندك الترانسبيرنسي مود والنويز كانسليشن هنا يا جماعه جبار، يعزل لك الضوضاء فعلا بشكل جامد جدا. والترانسبيرنسي مود ما يحسكش برضو ان انت لابس سماعه، يدخل لك الصوت ما تحسش ان هو صوت روبوتك او صوت مصطنع داخل السماعه او داخل الودان. وعندك بقى اوبشن ثالث هنا وهو الفويس مود. ايه بقى الفويس مود ده؟ هو الترانسبيرنسي مود بس في فرق. انت هتشغل الفويس مود هيدخل لك برضو الصوت اللي داخل السماعه، بس هيعزل لك الضوضاء. ازاي؟ يعني هو نويز كانسليشن ولا ترانسبيرنسي مود؟ هو يعني شبه الاثنين في واحد. هو هيدخل لك الصوت الخارجي، يعني مثلا لو انت بتتكلم مع حد هتسمعه كانك مشغل ترانسبيرنسي مود طبيعي، بس بقى لو في صوت مثلا عمال، في حفر، في صوت كلاكسات، الكلام ده هيتعزل ومش هتسمعه ومش هيضايق ودانك زي ما بيحصل في الترانسبيرنسي مود. ان وارد ان في الترانسبيرنسي مود في صوت عربيات يخش فيعمل لك ازعاج.
عندك اوبشن كمان هنا، ودي حاجه خاصه بالديزاين بتاع السماعه، وهي حاجه اسمها انتي ويند. السماعه هنا بتيجي بشكل مستطيل، السماعه متصممه بالشكل ده لسبب، ولو انت في حته فيها هواء جامد وفي نفس الوقت انت معاك مكالمه بتكلم حد مثلا، فانت مش عايز صوت الهواء ده يضايق اللي انت بتكلمه، فطبعا هي معموله بشكل حاده بحيث ان هي الهواء ما يخبط في المايك ما ياثرش فيه خالص. ودي حاجه عن تجربه، كذا حد اكلمه ما يشتكيش خالص من ان فيه هواء، مع ان المكان يكون فيه هواء جامد جدا. وهنا في السماعه دي في 3 مايكات في كل سماعه، يعني اجمالي السماعتين فيهم 6 مايكات، وطبعا بيديك تجربه نويز كانسليشن وترانسبيرنسي مود جباره. عرفنا النويز كانسلنج والترانسبيرنسي مود، طيب عايزين بقى نعرف الاوديو كواليتي عامله ازاي، المزيكا فيها مثلا عامله ازاي، الصوت اللي بيطلع منها عامل ازاي. الصوت هنا ممتاز جدا جدا جدا. السماعه هنا بتيجي بدرايفر 11 ملم زي اللي موجود في الايربودز برو، بس هنا في فرق، هنا البيز مفصول عن صوت المزيكا اللي انت مشغلها. في مثلا سماعات دلوقتي انت مثلا تيجي تشغل الاغنيه، البيز مثلا يكون عالي في الاغنيه فيوطي لك من صوت المزيكا نفسها وتلاقي البيز نفسه عالي. هنا بقى الموضوع مختلف، هنا البيز منفصل تماما عن المزيكا. يعني مثلا لو انت مشغل المزيكا وصوت البيز عالي مش هيتاثر تماما، هتلاقي الاثنين صوتهم عالي. والبيز هنا يا جماعه جامد جدا ويديك صوت البيز اللي انت عاوزه بالظبط. نيجي بقى للسنسورز في السماعه هنا، عندك 2 سنسور. اول سنسور زي اللي موجود في الايربودز برو برضو، لو انت شلت السماعه من ودانك الكونتنت اللي انت مشغله هيقف، ولو انت رجعت السماعه تاني هيكمل تاني زي ما كان شغال. عندك بقى الاوبشن التاني هنا المختلف، عندك سنسور اسمه بون سنسور. ايه البون سنسور ده؟ لو انت مثلا معاك مكالمه الصوت هيجي لك من العظم، مش بس الصوت هيجي لك من المايك الخارجي، عندك كمان مايك داخلي اهو يا جماعه. المايك ده هو اللي بيجيب لك الصوت من العظم، بلس المايك الخارجي موجود بالجنب، فيديك تجربه صوت اللي بتتكلم معاه هيرتاح جدا وانت بتسمع. الصوت هيبقى واضح كلير، مفيش فيه اي ديستورشن، مفيش اي صوت مكتوم. المكالمه هنا تبقى فظيعه. طيب السماعه دي بتشتغل طبعا على الاندرويد والاي او اس. طب ازاي بقى اتعامل مع السماعه دي يا عم نور؟ عندك برنامج اسمه اي اي لايف، اي سماعه نزلت من هواوي تقدر تتعامل عليه من على الابلكيشن ده، تحول نويز كانسليشن، تحول ترانسبيرنسي مود، تعمل ابديت للفيرموير بتاع السماعه، كله من على اي اي لايف. وفي اوبشن كمان في برنامج اي اي لايف انت ممكن تعمل اير تيب فيت تيست، نفس اللي موجود على الايربودز برو، هو ان انت تختبر السماعه مظبوطه على ودانك ولا لا، تختار التبس المظبوطه، وطبعا انبه تاني اختار مقاس التبس المظبوطه في ودانك عشان تاخد احسن تجربه للصوت واحسن نويز كانسليشن. عيب بقى السماعه دي العيب الوحيد اللي انا شايفه للسماعه هنا ان هو مفيهوش سبيشال اوديو او 360 اوديو، وهو الصوت المحيطي اللي انا اتكلمت عليه في الايربودز برو. دي بصراحه كانت هي اللي ناقصاها، كانت هتبقى سماعه متكامله كل اللي انت عاوزه موجود فيها. طب لو من غير برنامج اي اي لايف وعايز اتعامل مع السماعه دي اعمل ايه؟ زي الايربودز برو هتعمل هولد، تفضل دايس شويه هيحول لك بين المود. لو مثلا حولت للنويز كانسليشن هتقول لك نويز كانسلنج، ترانسبيرنسي مود نفس الكلام، اوف هتقول لك اوف. ولو عايز تعلي الصوت توطي الصوت ممكن هنا من السماعه بالجنب مش من فوق، تعمل سوايب لتحت توطي الصوت، تعمل سوايب لفوق يعلي الصوت. الاوبشن ده جميل جدا. كمان مع خاصيه البنش ان انت تقرص على جنب السماعه تعمل هولد عشان يحول لك بين المودات. السماعه دي شبه متكامله يا جماعه. والاوبشنز اللي هنا دي مخليك ان انت ممكن ما تحتاجش ان انت تمسك الموبايل اصلا، انت ممكن تعمل كل اللي انت عاوزه، تعلي الصوت، توطي الصوت، تحول بين نويز كانسليشن، ترانسبيرنسي مود، كل ده من السماعه. انت مش محتاج ان انت تمسك الموبايل اصلا. عايز تحول بين الاغاني تدوس مرتين هتقلب الاغنيه اللي بعدها، تدوس 3 مرات هيجيب لك الاغنيه اللي قبلها. والاوبشن ده برده موجود في الايربودز برو، انت مش محتاج ان انت تمسك التليفون اصلا، كل حاجه ممكن تتعامل عليها بالسماعه. نيجي بقى للاي بي ريتنج في السماعه هنا الاي بي ريتنج اي بي 54 نفس الكلام، مضاد للعرق، مضاد للمطره. يعني لو انت مثلا في الجيم الدنيا مطرت عليك وانت في الشارع مش تحتاج ان انت تقلع السماعه وتخاف عليها، لا عادي، مقاومه ضد الميه والعرق. نيجي بقى على وزن السماعه، وده برضو اللي عرفنا السماعه مريحه في الودان ولا لا. السماعه هنا وزن الفرده الواحده للسماعه هي 6.1 جرام، سماعه خفيفه مش هتحس ان انت لابس حاجه، يعني مع الاستعمال الطويل مش هتحس ان انت متضايق وانت لابسها، ممكن تلبسها لساعات طويله جدا. وانا عن نفسي انا بستخدمها لساعات طويله جدا، مكالمات طويله، ما بحسش ان انا لابس سماعه اصلا، بالعكس انا بكون مرتاح جدا في المكالمات. طيب وزن بقى الكيس نفسها، وزن الكيس نفسها هي 60 جرام.
يعني هي اتقل شويه من الايربودز برو، بس مش تقيله قوي. ممكن تحطها في جيب البنطلون الصغير مش هتقلق عليها، هي صغيره اصلا ملمومه صدقني. طب هل بقى السماعه دي تستاهل انها تكون موجوده في 2022 ولا لا؟ السماعه تستاهل بجداره، فيها كل حاجه انت محتاجها، بس ما فيهاش 360 اوديو. بس طبعا مش ناس كتير قوي بيشغلوا 360 اوديو. انا شايف ان السماعه تديك كل حاجه انت محتاجها، والسماعه صوتها نقي جدا وهيديك بيز عالي، البيز اللي انت عاوزه بالظبط. طيب نيجي بقى للبطاريه في الهواوي فري بادز برو. البطاريه هنا لو انت مشغل النويز كانسليشن هتديك 5 ساعات استخدام، ولو انت مشغل من غير نويز كانسليشن هتديك لحد 8 ساعات استخدام. ده طبعا رقم كويس جدا جدا. طيب بالكيس بقى هتديك لحد 36 ساعة، ده طبعا رقم ممتاز، ومش كتير سماعات فيها بطارية بالحجم ده. السماعة هنا بتيجي بشاحن USB-C وبتتشحن وايرلس. ودي كل حاجة كنتوا محتاجين تعرفوها النهاردة عن الايربودز برو والهواوي فري بادز برو، والاتنين بصراحة يستاهلوا بجدارة ان هم يكونوا موجودين معانا في 2022. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل فيديو جديد أول بأول. سلام.